السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين قناه بركه خير، يا رب تكونوا في افضل صحه واحسن حال. طبعا يعني ناس كتير جدا كلموني على الواتس وقالوا لي عايزين جوله، فانا حبيت اعرفكم ان الدنيا هنا بصوا مبهدله عشان توضيب رمضان وكده، بس في حاجات جديده جت جميله جدا تستحق ان الواحد يعمل جوله. فاعذروني بقى على الايه، على الكركبه اللي هتشوفوها. مبدئيا الجوله دي هنتكلم فيها عن الكابوتونيه. يعني ايه كابوتونيه؟ عرضه كام؟ لكل البنات المبتدئه اللي عايزه تتعلم حاجه جديده ومفيده. زي ما احنا عارفين في القناه، ده جاهز ولا بالمتر، والمتر بكام، واسئله كتير جدا جدا بتسالوني عليها. وكمان هفرش لكم الحاجه على السرير وعلى الركنه وعلى الانتريه، وهنشوف كل حاجه مع بعض على الطبيعه. بس عايزاكم تدعموني باحلى لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا جدا 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 للناس اللي اتفاعلت معايا في الفيديوهات اللي ابتداء من اول السنه الجديده دي. عايزين بقى نوصل القناه بتاعتنا ل 50,000 في رمضان. يلا بينا نشوف مبدئيا القماش والكابوتوني ازاي. اولا هكلمكم الاول على الكابوتوني. ده قماش اسمه همر مستورد، عرض عرضين، والظهر بتاعه بيبقى مصريه. هنشوف عرض القماش عامل ازاي، والبورسل ده، وده اللي في النص ده راق فايبر، فبيديكي كثافه الكابوتوني كده. بصوا الغرز دي في منها غرز كتير جدا متعدده، في شغل جاهز زي كده، ده كوفرتات، كفرات، ودي كوفرتات. نمسك حاجه كده واحده واحده، تمام، نشرحها. ده بيتعمل لحاجه اسمها طقم السلطان، بيبقى مفرش للسرير للعرايس، السرير الكبير او سراير الاطفال. تمام. ممكن ظهره يبقى مصريه، وممكن ظهره يبقى عمريه، وممكن ظهره يبقى واتر بروف عشان ما ينقعش السوائل. ماشي. طيب الحاجات دي ايه هي بقى؟ الحاجات دي بالمتر. بصي حضرتك الاشكال دي كلها تقدري تعملي منها كابوتونيه. يعني مثلا الكلب ده او العروسه دي انا عامله منهم 2 كوفرته. تحبي تعملي الكوفرته لوحدها تمام، تحبي تعملي الكوفرته مع الخداديه تمام. ماشي. برضو كل ده انا عايزه نفسي افرجه لكم على الطبيعه يعني، ويستحسن على سراير الاولاد، بس هفرجكم برضو كده. بصوا انا عامله الكوفرته وش من البوبي وش من العروسه، دولت اهم رسمتين دول، علشان خاطر لو حضرتك عندك ولد وبنت تحبي تغيري كانك معاكي طقمين. ميزته ده في ايه؟ اهو البيه بتاعه، هنتكلم عن البيه ده فوق بتعمليه ازاي. ميزته في ايه؟ ميزته في انك كانك بدلتي شكلين. يعني مثلا لو عملتي طقم ملامن ده وطقم ملامن ده وفرشتي الكوفرته تليق على ده او ده، تمام. يعني انت كده ضربتي عصفورين ايه بحجر واحد. طيب ممكن يتعمل منه كوفرتات باستك. الاشكال اهي والاتياب اهي، الشكل ده. ده هوريه لكم برده على الطبيعه. ممكن وشه مقلم، ممكن وشه منقط، ممكن وشه ساده، ممكن وشه كارو. يعني عندنا اختيارات كتير جدا 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 جدا. ده بالنسبه للكابوتونيه. اللي حابه كزبونه تشتري، عامله عروض حلوه جدا لزباين قناه بركه خير. وبالنسبه للبنات اللي بتخيط، اللي عايزه تقفل، ممكن تاخد بالشده. الشده بتبقى 6 متر. ال6 متر دول لو تلاحظوا، بصوا غرزه الكابوتونيه هي هنا على الكمبيوتر غير الغرزه هنا، غير هنا، غير هنا. يعني عندي اكتر من 20 غرزه، تقدري تختاري اللي انت نفسك فيه. فبالتالي كده كل ست هتختار الغرزه اللي هي عايزاها، الخامه اللي هي عايزاها، وسواء جاهز او هي اللي تقفله براحتها. دي الاشكال كلها اهي معانا. ممكن تعملي ميكس اهو مع المقلم، والحاجات دي حلوه. ده ايدينا عامله منه شغل كتير، هفرجه لكم. حاجات اهي 3 دي تركي. المتر في دي قماش، لو انت عايزه منه قماش تعمليه ملايه، المتر في دي ب 35 جنيه فقط، تمام. بالنسبه للمصريه، عندي مصريه اهي، ده المفروض ب 38 بس انا منزله عرض لمده 3 ايام، تمام. المصريه المفروض ب 35، منزله 3 جنيه فب 32 جنيه. لو كلمتوني عن الاسعار انا عامله عروض، فاهمني. وده الشيء اللي يخص الكابوتونيه. معلش لو الفيديو طول معايا يا بنات، بس هوريكم لقطه خفيفه جدا. ده همر، بس الهمر ده عرض واحد اهو، ظهره جميل جدا. انا عامله منه ستايري فوق، هوريكم. والمصريه هنا ناعمه. هوريكم لقطه على خفيف الدنيا عامله ازاي فيها. ده هوريكم فوق عامله كوفرته طابلو، والظهر بتاعها من القطيفه دي، تمام. قطيفتها جميله جدا جدا جدا. كل دي حاجات انا لسه مستلماها، في حاجات تانية جدا هستلمها عشان طبعا دخلت رمضان. بصوا القطيفه دي، عايزه اقول لكم القناه عندي متميزه بيها. بصوا تقيله جدا.
مستلمه طقم الترند. طقم الترند ده البياضات. هرتب بس الحاجات دي، واهو جايبه منه الوان كتير، جايبه جنزاري وبيج ومبيتي والوان كتير جدا بتاعت الترند. والوتر بروف معانا فيه 5 الوان وتر بروف. معانا 5 الوان وتر بروف: موف، كشمير، رصاصي، فتله وفتله، المؤنث اللي انتوا بتحبوه. ومعايا اللهم صل على النبي نبيتي درجه جديده، وكحلي. كحلي في الوتر بروف، مش عايزه اقول لكم بقى على الجمال. تمام. نطلع فوق نشوف على السرير طقم السلطان، ونشوف الركنه ازاي بتتشرح. وانتظروني هنبقى نكمل بقيه الفيديو. ودلوقتي زي ما قلت لكم هفرجكم الحاجه عملي وعلى السرير. ما شاء الله ده همر كحلي، همر مستورد. تمام. بصوا يا بنات، عايزه اوصل لكم معلومه ممكن ما اكونش قدرت اوصلها لكم وانا تحت. ده قماش همر مستورد، والظهر بتاعه مصريه. ادي البورسل اهو، وادي البورسل بتاع الهمر، وده الفايبر اللي بيتعمل كابوتينيه. الفايبر ده اللي بيتعمل ايه؟ كابوتينيه. عرض القماش اهو زي ما احنا شايفين، ماشي. عرض الهمر بيبقى 280. طبعا لما بتجمعي الغرز كتير جنب بعض، ماشي، والكابتنيه بيقل طبعا عرضه، ماشي. ادي الناحيه التانيه برضو بيبقى فيه ايه؟ الحته الفاضيه ديت. خلاص احنا هنا خلصنا عرض المصريه 240 وعرض الهمر 280، فبيتفضل الحته دي اللي البنات قالوا لي إيه احنا عايزين بيه. فانت بدل ما تشتري بيه وتصرفي، لا، بتاخدي الفراغ ده كله وبتقصيه شرايط وبتعمليه بيه منه فيه. وهشرح لكم برده على الركنه وهوريكم الحاجه عملي. تمام. ادي كده مثلا الشده بتاعتنا بتبقى 6 متر. اللي عايز الحاجه بالمتر زي كده، بالنسبه للخياطين يعني اللي بتعرف تخيط وتعرف تقفل الحاجات دي، اهو بالمتر. تمام. دي 3 متر ونص. تمام. والفراغ ده زي ما قلت لكم ده اللي بتعملي شرايط وتقفلي بيه. بتقصي بقى القطعه دي. حلاوته في ايه؟ حلاوته ان انا مثلا اعمل بيه وزي ما قلنا هنشوف استخداماته في ايه. استخداماته مثلا هنا طقم السلطان، في طقم اسمه طقم السلطان هنزل لكم صوره. بيتعمل بيه الكابوتينيه، القرصه، والكرانيش بتاعته، والجبير بتاعه اللي اسمه ايه؟ جبيره التاج. تمام. دي حاجه هنشوف مع بعض برده. عرفنا بصوا انا بتعب نفسي ازاي. يعني ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب ونكبر القناه. هصور لكم على الركنه ولو عايزيني افصل معاكم بعد كده الفتره اللي جايه ان شاء الله داخلين بعد رمضان والاعياد، ونخلي الحاجات الحلوه دي شيك للعيد. تمام. حابه بس كمان اقول على حاجه مهمه، مش شرط الخامه تبقى كده. انت ممكن في بنات هصور لك برده الكلام ده كله في بركات زي كده او 3 دي بيتعمل منه ملايات اللي هي كفر يعني للسرير، بيتعمل منه كوفرتات. وهوريكم برده الكوفرته الشتوي اللي انا عاملاها حلوه قوي قوي من الكابوتونيه. تمام. يعني اللي عايزه اوضحه لك ان انت ما تتقيديش بخامه، كل زبون وعلى حسب ايه هو عايز ايه وديزاين شقته ايه. عايز طقم سرير، عايز كوفرته، عايز طقم انتريه، عايز طقم ركنه. بس ده حلاوته في ايه بقى؟ حلاوته ان انت مش ملتزمه بمقاسات محدده. يعني مثلا مش الكنبه مترين في 80، لا، ممكن تعملي الكنبه متر عشان تحشري من ورا. تمام. تعالوا بينا يلا نروح نشوفها على الركنه. بصوا يا حبايبي بقى، انا حبيت افرشها هنا على الركنه علشان برضو المعلومه توصل بطريقه سهله. ادي البورسل ده المتر الواحد عرضه 240. يعني يفرش لك بياضه للكنبه طولها 240 زي كده. بصي ده عشان ما تستكتريش او تستقلي او كده، المعلومه تبقى واضحه. ادي المتر اهو، ماشي، واخد الكنبه كلها. دول كنبتين صغيرين. تمام. فلو انت عايزه تعرفي تحسبيها ازاي، المتر عرضه 240 بعد ما بيتكابتن كده. تمام. شوفي بقى انت الزبونه بتاعتك عايزه عرض الكنبه متر لسه في جوبير، طب عايزه الموديل ابو كرانيش ولا اللي من غير كرانيش، عشان نفسي كل واحده ما تبصش على الصوره وتقول هو ده ياخد كام متر وتحتار. عايزه كل واحده تبص على اي صوره الزبونه تديها لها تعرف هي هتاخد كام متر. تمام. الزبونه بتاعتنا هنا ما شاء الله الشغل ده مسافر البحر الاحمر في السفاجه، وواخده 9 متر ونص. الشده بتبقى 6 متر، فهي واخده شده ونص. تمام. طبعا هتقولي لي الاسعار ايه، هقول لكم الاسعار متغيره زي ما احنا عارفين اليومين دول. ففي الوقت اللي انتوا هتطلبوا فيه ساعتها هنشوف في المصنع المتر بكام. تمام. يعني برضو انا حابه اشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. ده مصريه قطن على فكره، جميل جدا، بينفع في الكفرات دي وبينفع في اللي هو الملايات والكوفرتات وكده. تاني حاجه ممكن تعملي الركنه بتاعتك او الكفر بتاعك واتر بروف منه. فده يا بنات حبيت اشرح لكم. ده همر عرض عرضين مستورد.
تمام. ادي شكله. بينفع بقى لايه؟ بينفع لبياضات انتريه، بياضات ركنه، ينفع كفرات سراير، طقم السلطان، ينفع كوفرتات. بالنسبه للكابوتينيه المصنع ده في منتهى الجمال. انا عامله شخصيا عنده علشان لما اجي اقعد كده على الركنه كده اقعد انتخ في اتفرج على التلفزيون. عامله عنده التابلو ده. التابلو ده عندي منه اللون العسلي ده، خلص خلاص ما شاء الله، البنات كلها يعني سحبته. في كمان اللون العسلي حلو بدا يتسحب برده. بصوا الغرزه لو تلاحظوا، غرزه الكابتنه الصغيره بتاعت الانتريه حاجه، وغرزه الكوفيرتا حاجه، وغرزه اللحاف حاجه. طبعا متاح غرز كمبيوتر كتير جدا. ده ظهره اهو قطيفه، هو ده البيه اللي انا قلت لكم تستفادوا بيه، ده اللي انا قلت لكم تستفادوا بيه من هنا اهو. لاني الست اللي هي الخياطه اللي هتعمل للزبونه دي قالت لي اشتري لي بيه يا مدام ولاء، فقلت لها لا ما تشتريش بيه ووفري لنفسك، هتاخدي كل ده وتعملي البيه ده ماشي اهو. دي ظهرها قطيفه الشرق، انا بقى عامله حاجه لنفسي بقى، قطيفه الشرق، ودي طابلو. عايزه تعملي دي قطيفه حمر براحتك، بس بتزيد في السعر، فيعني ايه نلم الدنيا برضو. دي شكلها حلو والله مش وحش، جميله جدا، خامتها حلوه. عندي من القطيفه الشرق دي جميع الالوان تمام، لكن الهمر بجيبه بالطلب لان الهمر غالي تمام. وبكده بس حبيت افرجكم على الحاجات. معانا برضو القماش الايكيا ده، اللون الكحلي ده رهيب تحفه ماشي. وان شاء الله هكمل بقيه الجوله بتاعه المعرض معاكم. يلا متنسيش اللايك. ورجعت لكم الحمد لله رجعت لكم بالسلامه. بصوا انا نفسي اتقطع، يعني عايزاكم اللايك والشير والسبسكرايب وتثبتوني كده وتشجعوني، عشان في حاجات لرمضان خطيره ورهيبه. خلاص عشان انا حاسه ان الفيديو كبر، انا رجعت لكم بس كده ايه اشوقكم بحاجه رمضان. انا جايبه حاجات كتير جدا بس لسه تحت التاب اللي انتم شفتوها. وده مشمع، يعني عايزه اقول لكم خامته متينه جدا جدا فاهميني. ده بالطابلو، عايزين بالطابلو تمام، وعامله اسعار تحفه، يعني ايه استفتاح كده تمام. ومعانا طبعا دي المرياله بتاعت المطبخ، ومعانا ان شاء الله المصليه دي اللي عايزها بفرنشات ماشي، اللي عايزه ماشي عشان يبيعها وياكل فيها عيش برده ويتاجر فيها. عندي اسعار تحفه. فهنخلي بقى فيديو رمضان ده الفيديو القادم ان شاء الله. ادعوا لي ارتب الدنيا دي اللي مكركبه واجد اجي معاكم بالجديد يعني. يلا مع السلامه.